وعندها دراع كويس بيجوا عند الكتف وللاسف بيبقى فيه مشكله. طب المشكله دي جت منين؟ الكتف بتاعنا بيتكون من 3 عضلات، عضله اماميه وعضله جانبيه، ودول لو انت شميت البار بيكبروا لان هم اصلا اوريدي عضله كبيره. المشكله كلها بتكمن ان في عضله هنا اسمها الكتف الخلفي. العضله دي علشان توصل للشكل المطلوب، والعضله دي لو كبرت بالشكل المحدد او تلعب عليها صح، فعلا الكتف بياخد اللفه بتاعته او السيركمفرنس بتاعه. العضله دي علشان تلعبها كويس لازم تلعب بمدى حركي كامل، تلعب بتكنيك مظبوط، تلعب بحركه بطيئه جدا سواء في الانقباض او الانبساط. بيقولوا عليها في كتب الفتنس والنيوتريشن سلو موشن انسنتريك اند اكسنتريك موفمنت. واول تمرين من التمارين اللي بتستهدف معانا العضله دي كويس جدا انك تحط الحبل كده تلعب في مستوى الكتف وتلعب باداء حركي بطيء جدا في الانقباض والانبساط، وتحاول تحافظ على المدى الحركي الكامل. التمرين التاني معانا اللي احنا بنلعب الفراشه هنا برضه بنفس الطريقه، بتكنيك